بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم القلقاس الجميل ده، الأكلة الشتوية اللي الكل بيحبها. وجنبه كمان هنعمل طبق رز بشعرية بكل تفاصيله. شايفين قد ايه القلقاس مستوي وجميل وحلو قوي. القلقاس ده تجيبيه من السوق، تمام، وتغسليه الاول من بره وتنشفيه حلو قوي قوي. وبعد كده تجيبي فوطه نظيفه وتقشريه عليها وتخرطيه، تمام. وما تغسلهوش، القلقاس ما بيتغسلش، تمام. بعد كده عندنا عود كزبره. في ناس بتعمله بالسلق، وفي ناس بتعمله بالكزبره، وفي ناس بتعمله بالاتنين. انا الحقيقه بحب اعمله بالكزبره. بجيب كده ربطه كزبره واخد بس الورق بتاعها، تمام. وعندي حوالي 10 فصوص توم. هقطع الكزبره كده زي ما انتوا شايفين الورق بس، تمام. وهفرمه في الكبه او في الخلاط زي ما تحبي، او في مطحنه الخلاط المتاح عندك اعملي بيه. فرمته اهو زي ما انتوا شايفين ناعم معايا خالص. وبعد كده عندي التوم برضو نعمته تمام كده. ومعايا شوربه لحمه او فراخ او اي شوربه عندك. طعميها بقى كده وظبطي الملح بتاعها زي ما انتوا شايفين. واول ما تغلي معانا اسقطي فيها القلقاس على طول. القلقاس زي ما قلتلك ما بيتغسلش، لانه ما بيتغسل بينزل ماده لزجه كده ومتبقاش حلوه خالص معانا. هنحطه بقى ونسيبه بقى يستوي. الشوربه طبعا بتاعتنا اللي فيها الملح والفلفل الاسمر والحاجات بتاعتها. في طبق بقى او طاسه على نار هتحطي معلقتين سمنه او زبده، تمام، الموجود عندك، مع معلقتين من الزيت. وهنبتدي نحمر، ننزل بالتومه يا دوبك بس تاخد ريحه بس كده، ما تحمرهاش. وننزل على طول بالكزبره او السلق اللي معاكي فيها على طول، تمام كده. هتديلهم هما الاتنين تشويحه كده مع بعض لغايه ما الميه اللي في الخضره دي تنشف خالص. في الوقت ده القلقاس طبعا بيستوي على النار، ما خدش مننا اي وقت خالص، تمام كده. اهو التقليب مستمر، ايدك فيه وخلي بالك ان هي تاخد لون معاكي او تتحرق، تمام. اهي اخدت اللون البني الجميل ده ونشفت من الميه بتاعتها خالص معانا. هنطشها بقى على العدس على طول، على القلقاس، تمام كده. اول بقى ما حطينا الطشه دي شميت ريحه رهيبه جميله جدا جدا. تحطها بقى على القلقاس وتديله تقلبتين بس كده وجلوه واحده بس كده. وبعد كده تطفي عليه على طول. بس قبل ما تطفي عليه حط عليه نص عصرة ليمونة. نص عصرة الليمونة دي بتديله قيمة غذائية عالية جدا، وبتخلوهوش يغمق معاك. ما تحطش عصرة الليمونة غير ما قرب انك هتطفي عليه، تمام، عشان القيمة الغذائية بتاعتها ما تروحش. وفي نفس الوقت تدي القلقاس لون فاتح وما يغمقش معانا، وتديله طعم جميل جدا جدا. شايفين قد ايه جميل واكلة جميلة جدا جدا وحلوة خالص. تعالوا بقى نعمل جنبه شوية رز بالشعرية كده جميل. معانا شوية زيت، تمام. ومعايا ممكن لو انت عاملة كوبايتين رز اعملي نفس مقدار الرز شعرية، تمام كده. اهوت احنا عاملة كوبايتين رز مصري، غسلاه وسايباه كده يتصفى جنبي، تمام. وحطيت كوبايتين من الشعرية. حابة تزودي مقدار الشعرية عن مقدار الرز براحتك، بس انا بحب احط الاتنين قد بعض بيبقوا جمال جدا. وبحب احط الملح كمان مع الشعرية، بتديلها لون موحد اثناء التحمير. جربي كده تحطي الملح مع الشعرية في الاول، هتخلي الشعرية بتاعتك ما تاخدش واحدة لون والتانية لا، هتديها كلها لون واحد. وايدك فيها بقى تقليب مستمر، لان احنا زي ما احنا عارفين ان الشعرية بتاخد لون بسرعة اهوت. يعني ما تسيبهاش وتمشي. اول ما تاخد اللون الجميل الدهبي ده انزلي عليها بكوبايتين رز برضو غسلاه ومصفياه، وتديله تشويحه كده بقى مع الشعريه. ده بتخلي الرز مفلفل، وكل حبايه رز واخد حبايه شعريه معاها، والرز يكون شكله جميل جدا جدا. تقليب بقى على طول، الرز هياخد تشويحه وفي نفس الوقت هيبقى مفلفل، والشعريه متوزعه فيه بشكل كويس قوي. جنب بقى كاتل ميه مغليه، حطي للرز بشعريه ميه مغليه، تمام. هنزل عليه على طول كده بالميه المغليه. وظبطي بقى القعد بتاع الرز بتاعك. يعني مثلا حطي الميه عليه والميه تكون مرتفعه عنه بمقدار عقله صباع، او لغايه يعني كف المعلقه كده بس، تمام. هوريكي دلوقتي ازاي. اهو تنزلي مثلا او عقله صباع، او تنزلي بالمعلقه بس كده. كده قاعد الرز معاكي مظبوط، تمام. غطي عليه بقى كده ويسيبيه يغلي ويشرب. اول ما يشرب كده هدي عليه النار زي الشمع، ويسيبيه بقى كده ايه يتردد مع نفسه. هيطلع مستوي وفلفل وجميل ومظبوط جدا جدا جدا، وهتدعيلي عليه.
يلا حبيبتي اللي وصلت لغاية هنا من الفيديو، انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناة، وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بأي حاجة جديدة انا بعملها. شايفين مفلفل وحلو ازاي؟ ده عشان احنا حاطين قاعده مظبوط ومحمرين الشعرية وموزعينها كويس. جنب بقى بيض، جنب فراخ، جنب هو يتاكل كده، جنب رز بالشعرية، جنب حتة مخلل، الله عليه في الشتاء اللي احنا فيه ده، جميل جدا. ممكن في الوقت ده على فكرة انت تجيبي القلقاس وتخزنيه، جميل جدا ومتوفر في الاسواق. تجيبيه زي ما قلتلك وتغسليه من بره وتخرطيه على فوطة بيضة وتخزنيه. تمام كده، مش هياخد منك اي وقت. مع السلامة.